في شارع قديم في منطقة شعبية في القاهرة، في شقة إيجار سعرها أقل من نصف سعر أي شقة حوالينها. ناس كتير سألت: لهي رخيصة كده؟ المالك كان دايما بيرد بجملة واحدة: اللي مش مرتاح يمشي. أول مستأجر قعد 3 أيام بس، ساب الشقة فجأة وساب وراه هدومه. قال إن الساعة 3:17 فجرا سمع صوت مفتاح بيدخل في باب الشقة. هو كان قافل على نفسه من جوه. أول ليلة طنش، تاني ليلة سمع نفس الصوت، وبعده خطوات بتمشي في الصالة. الليلة الثالثة باب أوضته أتفتح ببطء، وكان في حد واقف عند رجليه من غير ما يتكلم. الموضوع أتكرر مع أكثر من شخص، كلهم يمشوا في اليوم التالي بالضبط، لحد ما جاء شاب قرر يسجل كل حاجة بالكاميرا. بدأ التصوير قبل ما ينام. الساعة كانت باينة قدامه، 3:16 صباحا، وبمجرد ما العقرب لمس 3:17 صباحا اتسمع صوت مفتاح. الكاميرا اتحركت ناحية الباب. الباب أتفتح ببطء، مفيش حد، لكن كان في صوت نفس واضح. وفجأة صوت راجل عجوز قال: لسه مكملتش عدتي. الكاميرا وقع والفيديو خلص. بعد يومين الشاب اختفى. التحقيقات قالت مفيش جريمة، لكن الجيران قالوا إن الشقة دي كان ساكن فيها راجل كبير مات لوحده، وجثتها اتلاقت بعد 3 أيام. ومن ساعتها أي حد يسكن الشقة دي ما بيكملش الليلة التالتة. ولو صحيت في يوم الساعة 3:17 فجرا وسمعت صوت مفتاح، ما تفتحش عينيك، لأنه لو فتح الباب المرة دي هو اللي هيكمل عدته. I'm still here.